طبعا دي الحديقة بتاعت محطة مصر اللي هي في وسط الميدان. طبعا في غاية الرائعة والجمال. طبعا الواحد أول مرة يشوفها بالشكل ده. دي طبعا هتبقى منظر جمالي للمحطة. محدش من المواطنين هيخش فيها خالص. طبعا اللي جوه دول عمال او مهندسين زي ما انتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات هبة. طبعا هنشوف جولتنا النهاردة مع بعض. هاخدكم جولة واخر التطورات في محطة مصر اسكندرية. احنا هنا في محطة مصر اسكندرية. طبعا زي ما انتم شايفين المكان بقى رائع جدا، بقى جميل جدا زي ما انتم شايفين. ومفيش دلوقتي العشوائية والبياعين الجائلين والكلام من ده. طبعا المكان بقى خلص بنسبة 90% عشان خلاص قربت على الافتتاح. الناس كلها فرحانة وسعيدة وكله عمال واقف يصور. زي ما انتم شايفين طبعا المكان دوا كله هيبقى كافيهات ومطاعم في وش محطة القطر على طول. زي ما انتم هيبقى شايفين كافيهات في اخر ومطاعم التشطيبات. وهيبقى فيه شاشات عرض كبيرة. وطبعا المكان هيبقى مزود بكاميرات، بوحدة كاميرات مركزية، يعني جايب المحطة كلها. وتاني حاجة مفيش دلوقتي ولا اتوبيس ولا ميكروباص ولا مشاريع ولا اي حاجة، كله راح ورا عشان خاطر يظبطوا المكان. وتاني حاجة عاملين لكل محطة موقف للمشاريع، لكل مكان طبعا الصورة موقف مشاريع ببوابات الكترونيه، محدش يخش ده قبل ده وزحمه والكلام من ده الاول. طبعا كل اللي شاف المكان ده الاول كان عامل ازاي، الواحد كان بيخاف اصلا يمشي فيه، وكان بيخاف على اولاده وهو ماشي عيل يتوه كده ولا يتوه كده من قوه الزحمه والمنظر. طبعا دلوقتي الناس ماشيه براحتها زي ما انتم شايفين، وسايبين الاولاد ماشيين، مكان واسع وفاضي جدا. طبعا النظام حلو، محدش يكره النظام. زي ما انتم شايفين اللي هناك ده المول اللي هو البياعين هتتنقل فيه. طبعا عاملين نظام تحت باكيات، هيبقى نظام الخضروات والفاكهة واللحوم والسمك تحت، والنظام فوق هيبقى نظام المحلات اللي هي بتبيع مثلا هدوم وشرط، مكون من 3 ادوار. طبعا في سلالم كهرباء وفي اسانسير، في دنيا تانية هناك في قلب المول. من هناك هنصوره برضو بإذن الله مع بعضنا. زي ما انتم شايفين الناس ماشية براحتها ازاي، الشارع فاضي جدا. طبعا في تطورات كل يوم ما الواحد بينزل بيلاقي تطورات تانية جديدة. ودي طبعا ده ميدان الشهداء، ودي حديقة الميدان. ده طبعا مش هتبقى للمواطنين، ده هتبقى عبارة عن بازار، او زي ما انتم شايفين الشجر اللي فيها ومنظرها جميل من جوه ازاي. وده ميدان الشهداء اللي هناك، واللي في الوش دي ده محطة القطر. طبعا برضو اتطورت جدا اهو شايفين، والعلامة دي وكده استعداد للافتتاح. طبعا انا سامعة هيفتتحوها على نص 12 على السنة الجديدة. ناس بتقول كده وناس بتقول كده. ده ميدان الشهداء، وشايفين النافورة فيها كذا نافورة من جوه، من ضمنهم في نافورة راقصة هجيب لكم زوم برضو واوريها لكم. دول طبعا اللي جوه دول مش مواطنين، دول عمال او مهندسين لسه بيعملوا اخر التطورات. طبعا مليانة بالليل بقى بتبقى حاجة تانية خالص، مع النافورة دي والاضاءة بتبقى حاجة تانية، والله كأنك قاعدة في اوروبا. زي ما انتوا شايفين لو مشيتي بالليل في محطة مصر تقولي مش هي دي اسكندرية، مع الإضاءة والنافورة وهي شغالة كده حاجة تانية خالص. بإذن الله هصورها لكم بالليل وهوريها لكم غير النهار خالص. المبنى اللي هناك ده مبنى محطة القطر، شايفين دي نافورة راقصة مستويات مع الإضاءة بالليل بتبقى بصي أكنك زي اللي هي بتاعت شرم الشيخ بالظبط. شايفين عاملين ازاي والشجر والجمال. وده طبعا المول اللي هيتنقلوا فيه البياعين. هي لسه البياعين جوه بس بقى اتضمت على بعضها بقى زحمة جدا. اهو ده المول كده هو. ودي طبعا آه دي طبعا الحارات اللي هتقف فيها اتوبيسات النقل العام، اللي هي طالعه تبع البطاش والهانوفيل و21 والعجمي وكده، كل دي. وده طبعا المول اللي هيتنقل فيه البياعين. ودي طبعا مبنى. وده شارع الخديوي اللي احنا فيه ده شارع الخديوي. طبعا مشاريع العجمي اتنقلت بقت راحت عبد المنعم، يعني اللي عاوز يركب العجمي والبطاش وكده بيروح عند عبد المنعم هناك بيركب من هناك. وطبعا زي ما انتم شايفين فيها نظام الكراسي دي عاملينها عشان خاطر الاتوبيسات النقل العام، حلوة برضو لكبار السن. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، ويا رب نحافظ عليها وتفضل على طول كده. كمان هيبقى فيها وحدة كاميرات مركزية، يعني هيبقى الميدان كله مراقب ومش هيمنعوا اي عشوائية تانية ولا اي بائع جايين يخشوا تانية ولا اي تكاتك. كده وصلنا لاخر الفيديو، يا رب يكون عجبكم. لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.